ابني مش بياكل كتير. عايز اقول لك انا عيادتي شغاله على الحته دي. ابنك اللي مش بياكل كتير ده بمجرد بس ما تتعاملي معاه بشويه حاجات كده بسيطه، بعيدا بقى عن فواتح الشهيه وما تجريش ورا الفيتامينات والصيدليات والحاجات دي، ومجرد بس ما تعرفي ان ابنك اللي بياكل من السوبر ماركت ده ممكن يكون الحاجة الوحيدة اللي هو بياكلها في اليوم، ما بياكلش غير كيس شيبسي بس في اليوم يا دكتور، ما بياكلش غير نايطايه في اليوم يا دكتور، ما بياكلش غير بونبونايه في اليوم يا دكتور. البونبونايه دي كافية ان هي تشبعه اليوم كله. انتوا مش متخيلين اقل كمية من الحلويات في السوبر ماركت فيها قد ايه سعرات حرارية وبتشبع الطفل ازاي. فانت كده طول اليوم طفلك شبعان بسبب البونبونايه دي، فبلاش منها وركزي بقى على الاكل الصحي اللي في البيت. وحتى لو بكى وخرب الدنيا ما تدهوش، لان هو كده عارف مفتاحك. انا لما ببكي بيجيبولي البونبوني، فانا هبكي وهزود في البكا عشان ينزلوا يجيبولي. لكن مرة واثنين وثلاثة مش هتعبريه، هيعرف ان اخرة البكا دي ملهاش فايدة وهيبطل يبكي. وبرضه في الاخر مشي كلامك، ما تخليش هو يمشي كلامه عليكي عشان نحل المشكلة. وسيبك بقى من فواتح الشهية والصيدليات والفلوس الكتير اللي بتتصرف على الفاضي في الجزئية دي. لما هتيجي تصرفي وتجيبي فاتح شهية لابنك اللي بياكل في السوبر ماركت ده، انت كده بتفتحي الشهية على السوبر ماركت. هو فاتح الشهية ده مش مكتوب عليه فاتح الشهية لأكل ماما، ده فاتح شهية للأكل. فهو انت لو فاتحة السوبر ماركت، بدل ما هياكل كيس شيبسي هياكل كيسين، بدل ما ياكل نايطايه هياكل 2. فانت كده ما حلتيش المشكله، ده انت كده زودتيها سوء.